مين كده بقى ما شافش الفطير ده ونفسه اتفتحت للاكل بقى بجبنة بعسل؟ بصراحة لا، بيفتح النفس. انا لما بشوفه نفسي بتتفتح. ايه رأيكم نعمله النهاردة مع بعض وعلى عين البوتاجاز؟ يعني مش هنولع فرن. يعني انت مش عندك فرن مش محتاجين، واحنا محتاجين بس عين البوتاجاز، ودي متوفرة في كل بيت مصري. الفطير طالع طري جدا ومورق، وطعمه يعني هو اصلا يعني بيوصف طعمه، يعني طعمه رهيب. تعالوا تعالوا بقى ندخل على المقادير وبسرعة. يلا يلا، جاهزة يا ست الكل؟ جاهز. المهم معايا اول حاجة يا بنا كيلو دقيق. طبعا بتبقي نخلاه طبعا عشان تتأكدي يعني لو في حفارة او كده. في نفس الوقت يعني النخيل ده بيديله هشان جدا. وشعرة ملح كده صغيرة يا بنات، مش تسكر، شعرة صغيرة خالص. وحطيت بقى هنا من 4 معالق سكر، من 5 معالق سكر، معالق اللي بتبقى كبيرة بتاعت الشاي ديت. ومعايا مية عادية من الفلتر، ولا سخنة ولا دافية، لا هي مية جايباها من الحنفية على الدقيق طوالي. طبعا لو انتي اول مرة بتعجني حاولي انتي تحطي حبة بحبة، عشان يعني الدقيق ايه، مش هتحسي اللي هو المية بتاعته زادت. يعني انتي واخدة على عجينة ازاي بتقدري تتحكمي فيها في ميتها مرة واحدة، ماشي اشتغل زي ما انا اشتغلت. اما انتي لو مش بتعرفي تتحكمي في المية، لا زودي حبة بحبة، ومش تعملي المية زي ما انا بعمل دفعة مرة واحدة. هنا بفضل كده اعجن فيها، وهوريكم ازاي تعرفوا قوامها مظبوط. عشان العجينة بتاعت الفطير تبقى بتشد شوية كده، بتتقطع، مش بتبقى بتمط. هتشوفوا كل حاجة معايا وهوريكم كل حاجة. اخليكي شاطرة جدا في الفطير، انا ممتازة جدا والله يا بنات، مش تشكر فيا، بس انا ممتازة جدا 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 يعني في الفطير. او بصوا الفطير ده بقى بيتقطع، بصوا بتتقطع ازاي، مش بتمط كده بقى، دي نجاح الفطير اهو. انا بمسك حتة العجينة بتتقطع مش بتمط معايا، يعني مش بتيجي تشدها بتلاقيها بتمط، لا هي بتتقطع حرفيا. المهم بقى جبت حبة زيت، وبعد كده بقى ابدا ان انا اكورها زي ما انا حابه، كرة كبيره كرة صغيره. انا هنا حابه ان انا اعملها كرة متوسطه، ولا كبيره ولا صغيره، وانا حاسه يعني دي كده القوام معايا كده مظبوط، ولا الكرة دي مظبوطه معايا جدا. هفضل بقى اعمل كور كده معايا، اخلص حته العجينه اللي معايا كلها بالنظام اللي انتوا شايفينه ده. اعمل كرة بالله في الزيت، وهرجع احطها على الصينيه. وطبعا الزيت بيديها بقى طراوه، وبتديها بقى مطه انا عايزاها. طب مش انتي كنت بتقولي مش عايزاها لها مطه؟ يعني اول ما بعجن مش عايزه يبقى لها مطه خالص خالص كده، زي ما انتوا شايفين كانت بتتقطع. اما الزيت دلوقتي هيديها مطه، وهتشوفوا كل حاجه معايا. هنا بقى هغطيها بكيس كده بتاع تلاجة ابيض كده ونضيف، وهسيبها بقى تستريح. وانا كنت بعد الكور والله انا مش متذكره، بس انا فاكره اللي هم يعني يجي 16 كوره، يعني هم كيلو العجينه عمل 16 كوره بالنظام دوت وبالحجم ده اهوت. انا عشان بس معايا الفيديو بقاله يجي 3 ايام، مش متذكره قدين بالظبط، بس انا بيتهيألي كانوا 16 كوره. خلاص بقى هنا بعد ما ريحتهم يجي ربع ساعه، وكنت طبعا مغطيهم. بصوا بصوا بقى، دي بقى المطه اللي انا عايزاها. فاكرين في الاول مش كانت بتمط، ودي كان برضو من نجاح. وتاني حاجه لما انا احط عليها الزيت تبقى معاها نفس المطه دي، دي برضو سر النجاح اهوت. معايا هنا بقى في الطبق ده بقى سمنه على زيت، يعني لازم سمنه على زيت، ايوه سمنه على زيت، واكيد في اي بيت متوفر السمنه والزيت. طب انا حابه اعملها بزبده او كده عادي، بس انا بصراحه مش جربت بالزبده، مع عادي اعملي. يعني هو كده كلها سمنة، بس بتدي طعم احلى. يعني الزبدة بتدي طعم ايه احلى، والسمنة البلدي احلى واحلى كمان، واحلى من الزبدة كمان. المهم بقى اهوت ببدأ بقى ان انا افرد. بصوا عشان انا ريحتها بالزيت وبالمطة، بصوا بتمط معايا ازاي وبيفرد معايا ازاي اهو. بصوا ما شاء الله، والله يا بنات ما خدوا معايا 10 دقايق. هيدوبك بس افرش وكده. وعامة بقى الفطير وكده عشان بياخد حبة وقت وكده، محتاج قعدة، يعني مش تفضلي واقفة بقى في المطبخ وتفردي على الرخامة، لا. حطي صينية، وزي ما انا عاملة كده شغلي فيلم انت بتبقي حباه او مسلسل، وافضلي قاعدة كده وبتعملي، ما تحسي اصلا بالوقت خالص. والله يا بنات ما حسيت، مش حسيت بيهم اصلا. انا هنا كنت مركزة في الفيلم، وانا عمالة برضو ايه اعمل اهوت وافرد اهوت. بصوا الفطيرة ما شاء الله يعني بتتفرد معايا بكل سهولة.
اهو ببدأ اعمل كده بالزيت وافرد، وما شاء الله بتوسع اهي وبتكبر وبتكبر معايا بسهولة، او بين كل حاجة في الفيديو اللي هي ما شاء الله يعني بتوسع معايا بكل سهولة. أهو. وكل ما تريحوا الفطير اكتر كل ما بيديكوا نتيجة اكتر، يعني بتديكوا نتيجة احسن. ليه؟ اللي هو بيساعدك في الفرد، يعني كل ما بتريحيه بيساعدك في الفرد اكتر واكتر. حطيت بقى يا بنات الظرف اللي انا عملته الاول حطيته في الظرف التاني، وركزوا بس معايا، مش تركزوا بس في الكلام، ركزوا ان انتوا تركزوا اني بعمل ايه. انا بفرك كده اول فطيرة وبلفها زي الظرف، وتاني حاجة ببدأ اعملها افردها برضو زي رقاق كده واسع، وبرجع احط الظرف في النص وبرجع اعمل ظرف تاني عليه، وافضل اعمل كده ظرف جوه ظرف، ظرف جوه ظرف، عشان يديني ترويقة جميلة اهوت. بصوا، ولازم برضو زيت كده مع السمنة اهو كده. عملت 3 ظروفة، وانا كنت بحاول ان اساوي يعني اشوف هيعملوا معايا كام ظرف، وبالتالي عملوا 4 ظروفة معايا من الرقاقات اهوت. وبوسع اوسع اهوت. وده اخر ظرف اعمله، يعتبر في كل فطيرة عاملة 4 ظروفة، ظرف جوه ظرف كده، 4 ظروف يا جماعة اهو. ارجع بقى ارص كده وخلاص كده بقى الظرف ده خلص. وهبدأ بقى ان انا اعمل بقى الكمية كده مع نفسي، وبعد ما اخلص ارجع لكم تاني اهو. هنا كده يكون انا خلصت بقى الظروفة كلها، وبدأ 4 ظروفة، وهنا سبتهم بقى يستريحوا. وهنا بعد ما استريحوا يجي نص ساعة، وطبعا كنت دهنة وشهم بالسمنة وبالزيت، وطبعا كنت مغطياهم بكيس تلاجة عشان وشهم مش ينشف يا جماعة، ويفضل طري بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خلاص بقى ابدأ ان انا اجيب صينية وتبقى فيها سمنة، وممكن تحطوا سمنة وزيت، بس انا هنا حطيت سمنة بس. انتوا حابين تحطوا سمنة على زيت ماشي، مش في اي مشكلة. وهجيب بقى الفطيرة اهو. بصوا ما شاء الله يعني قوامها عامل ازاي اصلا، زبدة كده زبدة اهو. دهنت بقى الصينية كويس بالسمنة يا بنات. وهبدأ بقى ان انا خلاص بقى اركن دي في جانب، وابدأ ان انا اجيب الصينية كده في الاول، وابدأ اخد اول فطيرة. وما شاء الله يعني هي باين عليها اللي هي زبدة زبدة كده دايبة دايبة من قبل ما تتحط على النار. بصوا انا اول بس ما بتكة بتفرد معايا ازاي. انا عايزاكم بس تلاحظوا، عشان الفطيرة تطلع مدورة لازم تبقى صينية مدورة. لو عايزة الفطيرة تطلع مطولة يبقى صينية مطولة اللي تبقى مستقيمة دي. انت بتتحكمي بشكل الفطيرة على شكل الصينية. يعني لو الصينية مدورة بتطلع لك الفطيرة مدورة كده وحلوة. وانا بفضل بصراحة الفطير اللي يبقى مدور، مش اللي يبقى مطول ده اهوت. هنا ببدأ بقى ان انا افرد كده وافرد على الحروف واطلع كده واظبطها كده وبرضو يعني تكوا من جوه ومن بره عشان مش تبقى حته مكلكعه. بصوا انا بطلع من جوه اللي بره، وبرجع افرد تاني اللي بره عشان كله طبعا يبقى متساوي معانا واحد. وخلاص بقى يعتبر الصينيه دي كده خلصت بقى. هجيب برضو صينيه تانية وهعمل واحده كمان، عشان هولع بقى ايه عينين، عشان لان ايه انجز يعني، عشان مش هطول. لو فضلت اعمل في صينيه واحده هطول. ودي الصينيه التانية اعوذ برب الشيطان الرجيم. ودي الصينيه بقى التانية، وفردت برضو فيها واحدة، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني في منك كده بتتفرد. يعني انت مش محتاجة وقت ولا محتاجة مجهود ولا محتاجة الكلام ده خالص اهو. وخلاص بقى تعالوا بقى نروح على عين البوتاجاز عشان اوريكم بقى السوا، عشان احنا قلنا هنسوي على عين البوتاجاز وهتاكلوا احلى فطير من ايدي. يلا يا ست الكل، يلا جاهزة يا ست الكل؟ جاهز. المهم بقى كده بولع البوتاجاز لازم يبقى زي الشمعة. الفطير ما بيتغطاش يا جماعة عشان مش يعرق والمية تنزل جواه، الفطير بيفضل مكشوف كده. بصوا هنا بدأ ينفخ وبدأ لونه بيتغير، والنفخة ديت يعني الرقاق بيفضل يفصل كده ويعمل ويعني ايه اللي هو يفصل، يعني كل رق يبقى لوحده، فاهميني اهو. هسيبه محل بقى لونه كل هاته يتغير تماما. وطبعا الصينية التانية زيها بالظبط اهو بتترفع ولونها بيتغير
واسيبهم برضو مع لونهم يتغير خالص. ابدا بقى اللي انا اجيب معلقه مطوله كده، وابدا اللي انا ادخلها من تحت الفطيره، وابدا انا مش عارفه اتحكم كمان عشان انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، مش عارفه اتحكم كمان. وهنا بقى ابدا اللي انا هقلب برضو الفطيره دي زي ما قلبت الفطيره التانية، وهتشوفوها معايا اهو. طب هي بيضة، احنا لسه يا جماعه مش خدت اللون الصح. انا هنا بقى مجهزه اسمه دي يا رب فوطه اهوت، فوطه يا جماعه. وبتبدأي بقى كل مرة تقلبي كده بالصينية، مرة يمين ومرة شمال. طب انتي مش وريتينا كل مرة بتقلبي ليه؟ انا والله يا جماعة جالي ضيوف، اخويا جالي وكده، ومش كنت عارفة ان انا اصور وكده. والفطير كمان اتوزع، هما دول بس الفطيرتين اللي باقيين، هما دول والله يا جماعة. الفطير كله ما شاء الله يعني اتوزع، يعني بألف هنا. ابراهيم اخويا خد واحدة، واديت يعني لأم جوزي واحدة، يعتبر حماتي بس انا بقولها يا ماما وكده، اديتها واحدة. والفطير والله يا بنات يا دوبك تطلع، يا دوبك بتتوزع، يعني كله متوزع وهو سخن. يبقى الف هنا من اللي كل، وبألف هنا من اللي خد. هو بس اتبقى معانا الفطيرتين اللي الجمال دول اهمت. حبيت بقى ان انا اوريكم يعني الترويق او الجمال اللي يبقى من جواه. وبصراحة تحفة تحفة كده، مورق وجميل وطعمه حلو. بألف هنا من اللي هيعمله وهيدوقه، وبألف هنا اللي كل الفطير اللي في الفيديو اهو. انا بحب لما اعمل فطير احب اوزع منه، ما بحبش يعني اسيب الكميه كلها عندي، لا. بفرح بالحاجه لما ابقى اوزعها والناس يعني يقولي لا تسلم ايدك، بفرح جدا.